هما البنات جايبه لكم واحد المعسله الصراحه كتجي رائعه، كتجي فنه سهله وبسيطه واقتصاديه وكتوجد في رمشه عين. نوجدوها هكا الا ما درتوش الشباكيه ولا هكا في رمضان اخر لحظه يمكن لكم توجدوها، وكتجي رائعه على شكل وريضه ولا على شكل قرقاعه. صراحه كتجي روعه هاد المعسله. وتبعوا معايا البنات، نتمنى الله يحفظكم. الله يحفظكم. اللي شاف هاد الفيديو هكا يدعمني بديك اللايك والاشتراك باش يشوفوها الاخوات وحدين اخرين ونستافدوا كاملين مع بعضياتنا. شي حاجه اللي كانت مزيانه يعني كنبغيو نتقاسموها معاكم. ويلا معايا اكيد لا جربتوها البنات بهذه الطريقه غتولي ان شاء الله عندكم دائما توجدوها. على بركه الله ان شاء الله نبداو باش نديروا ان شاء الله هاد الوريدات اللي كيجيو رائعين في البلاصه ديال المعسلات. نبداو في التحضيرات ديال رمضان بحول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه بقولي. ان شاء الله نبداو على بركة الله. هنا عندي الدقيق واحد الربعة كبيرة تقريبا نص كيلو، يعني ما كاملش ربعة كبيرة. غندير معلقة الملحة ومعلقة صغيرة مع مرش ديال بيكين باودر كما شفتوا معايا. ما تكتروش، ديروا غير شوية، هذه صغيره غير نص فيها راك شفتوا معايا. غندير واحد 60 غرام حتى ل 70 غرام ديال الزبده مذوبه، لان انا الصراحه الزبده كانت عندي واخا خليتها برا البرد بزاف بقات شاده في راسها. الا كانت رطبه يعني بلا ما تذوبوها. انا هنا ذوبتها واحد شويه. هنايا غندير واحد معلقه كبيره ديال العسل. ديك العسل كيعطينا الحموريه لديك الوريدات ديالنا. الصراحه كيجيو مقرمشين وكيوجدوا في اخر لحظه كيجيو رائعين. نوجدوهم هكا. الا ما وجدتوش الشباكيه ولا لا تسالات لكم ما عندكمش هكا ولا الضياف جايين عندكم يمكن لكم ديروها. الصراحه كتحمر الوجه وكتجي زوينه في المنظر ولا في المذاق. هنا غندير واحد 2 معالق هكا كبارين ديال الخل. انا هنا درت كما شفتوا معايا هذه صغيره، ولكن ديروا 2 معالق كبار. الخل كيعطي هذيك التقرميشه وديك الهشاشه في نفس الوقت. هنايا عندي الماء الزهر. غندير واحد 2 معالق كبار ديال الماء الزهر. بغيتو ديروا غير نكهه الفاني، انايا درت ديك الخميره ديال الحلوى يعني فيها واحد شويه نكهه الفاني. صافي هنا درت الماء الزهر. بغيت تضيفوا البنات شويه الجنجلان مطحون، لكم الاختيار. انا بغيتها بالنسمه ديال الماء الزهر وديك شويه الفاني، بغيتها تجيني طبيعيه. بغيتو ديروا فيها شويه الجنجلان مدهوق مزيان ولكن ومغربل، يعني ما يكونش فيه ديك باش في الطليق تجينا سهله. هنايا غنجمعها بالحليب يكون دافي، لان البرد كما شفتوا معايا ديك الغراف ولا ديك الكاس الثمن كاس كبير ما غاديش نديرو كامل. راه هذيك القل ربع غندير تقريبا نص كاس، لان خصنا العجينه ديالها تجي بحال العجينه ديال الشباكيه، يعني ما تجيش العجينه ديالها ما تجيش مرخوفه، تجي شويه قاصحه رايمه بين الرطوبيه هكا وقاصحه واحد شويه باش نخدموها تجينا. هذاك السر اللي كتجينا هشيشه وكنخدموها هكا بطلاقه. مع ملي كنبداو نخدموها راه كتطلق راسها، يعني من الاحسن نديروها باش حنا نتغلبوا عليها ماشي هي. صافي هنايا ندلك مزيان هاد العجينه ديالي نجمعها. بغيتو ديروها في العجانه. انا الصراحه هذاك البول ديال العجانه عندي غريق كبير، يعني العجينه هنايا قليله، الطحين قليل، غير القصعه القاع ديالها بحال اللي هكا مرفوع كيبان الطحين خير الله. ولكن كما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعتها ربعه ديال الطحين كبيره. صافي راه كافيه، راه كتعطي كميه ما شاء الله كثيره ديال الوريضات ديال هاد المعسله. راه كتعطينا كميه كثيره كتطلق كتكفي ويشيط ما شاء الله. هنايا صافي نجمع ديك العجينه ديالي نخليها ترتاح. نقطعها نحيدها من ديك القصعه. درت هنايا شويه النشا د الذره. بالنسبه للبنات ديال مايزينا ولا النشا د الذره درتها حتى الاخر، لانها الصراحه حتى هي كتعطينا ديك التقرميشه. صافي غندي ونجيب هكا ديك العجينه ديالي غنفركها فوق سطح العمل. طبعا كيكون نقي. صافي غنحاول ندلكها هكا باش ندلكها براحتي، لان القصعه عندها ديك القاع كتمشي وتجي. من الاحسن ندلكها هكا في سطح العمل حتى تدلك لي مزيان، لان كنديروها كما قلت تقريبا بحال العجينه ديال الشباكيه على داكشي. صافي غنقطع غنرو ليها بحال هكا ونقطعها على 4 ديال الطروفه كما شفتوا معايا. غنكمسم في السلوفان ولا في البلاستيك الغذائي. صافي ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق هكا. نمشي نجمع شويه ونقاد المقله والزيت على ما نقاد هكا داكشي اللي محتاجه. نرجع نطلقهم. هنا ضروري هاد العمليه خليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق على الاقل ولا 15 دقيقه، عاد رجعوا ليهم. من الاحسن باش يجيوكم في الخدمه ساهلين، كيرطابوا في نفس الوقت كيجمعوا راسهم كيجيونا ساهلين في الخدمه. المهم بحال الخدمه ديال الشباكيه كما كتشوفوا معايا يعني نيشان. صافي ومن بعد ان شاء الله غنرجعوا باش تشوفوا معايا الطريقه ديال التوراق. راه ساهله وبسيطه ورائعين كيجيو في الخدمه.
هنايا غندوزو من بعد ما نخليو العجينه ديالنا درت حتى واحد 10 دقائق. انا هنايا يعني بديت بالتورق باش ما يجينيش الفيديو هنايا طويل بزاف. الطريقه ديال التورق ديالها بحال الشباكيه نيشان، كنحاولوا نطلقوه المره الاولى وكنربعوها بحال الشكل ديال المسمن. يعني كنطلقها، لا عندكم الماكينه غطلقوها في الماكينه شرائح، ولكن الصراحه انا هكا كتجيني اسهل من الماكينه ديال التورق. يعني كنطلقها مره واحده والعجينه ديالها كتجي يعني في الخدمه رائعه وسهله في الطليق، واخا كتكون شاده في راسها ولا قاصحه شويه ملي كنبداو نخدموا فيها راه كتعاوننا بشكل رائع. صافي هنا غنحاول بديك المد كنطلق العجينه ديالي. وانا هنا درت شويه النشا ولا مايزينا، لان الصراحه مايزينا هي اللي كتعطينا ديك التقرميشه في هاد المعسله ديالنا ولا بديل الشباكيه. صافي هنا من بعد ما كنورقها كنطويه على شكل طولي ونعاود الربعه نطوي هذه عاود المره الثانيه، نطوي عليها الاخرى من الفوق. صافي كتجي بحال الشكل ديال المسمنه مربعه نيشان. ملي كنطوي المسمن صافي كنحاول نغطيها بالسلوفان ولا بالميكا ديال يعني ديال الكوزينه. صافي هنايا ولا البلاستيك غذائي غنحطها ونبدا هذيك اللي صغبتها الاولى ولا اللي ربعتها ولا اللي ورقتها الاولى غنبدا منها. يعني الاخرين غنخليهم غنمشي بوحده بوحده، اللي الاولى واللي موراها وانا ماشيه. صافي غندير شويه النشا ديال الذره ولا مايزينا ونحاول نطلق ديك المربعه ولا ديك على شكل مسمنه. يعني من بعد ما طويتها دابا ان شاء الله غنحاولوا نطلقوها باش نكملوا الخدمه ديالنا. وهذا النشا راه كيعاوننا في الطليق، وثانيا كما قلت كيعطينا القرمشه المعسله ديالنا. صافي هنا كنطلق غير بشويه. يعني الصراحه هاد الخدمه ديالها كتجيني ساهله، هذه اسهل من شباكيه على 1000 درجه. البنات اللي ما كيصدق لكم شي شباكيه ديروها، راه ديروها وحيدوها تبقى لكم 3 ايام 4 ايام وانتم كتاكلوا فيها. صافي هنا السمك ديالها مهم كيجي رقيق تقريبا شفاف كيف ما كتشوفوا معايا، يعني بدون لا ماكينه ديال التوراق ولا. انا بغيت نسهل الصراحه على اي وحده يقدر ولا اي بنت ما عندهاش الماكينه في الدار تصاوب شي معسره اللي بسيطه وكتجي واعره. صافي هنا بالنسبه للقطاعات عندي كما كتشوفوا معايا هادو ديال البلاستيك، غندير وحده متوسطه ووحده موراها ووحده موراها، يعني وحده اللي موراها ووحده اللي صغيره كاع. انا بغيت ندير الوريدات يكونوا في الحجم ديالهم متوسط، بغيتو ديروهم اكبر ولا اصغر. صراحه هاد الانواع ديال القطاعات كيكونوا فيهم 7 ديال الوحدات. انا هنا اخترت 3 منهم متوسطين، ديك الصغيره فيهم هي هذيك. كنقطع بالاولى الكبيره ولا المتوسطه واللي موراها الصغيره كاع. صافي هنا من بعد ما كنرشم المره الاولى صافي هنا عندي واحد زليفه ولا واحد الطويصه هكا فيها الماء. غنحاول ندير الاصبع ديالي في الماء ونحطه في الوسط ديال ديك المورقه، نزيد عليها الثانيه وندير نفس العمليه، يعني نفزك صبعي بالماء ونحاول ندير الاخرى ولا الثالثه ونبرك بالاصبع ديالي. فاش كنبركو ديك الماء هو اللي كيلصق لنا ديك الوريده ديالنا، يعني باش منين نكونوا كنقليو ما كتفكش. وان شاء الله غتشوفوا معايا الطريقه ديال القلي كيفاش كنحاولوا نعاونوها باش كتبقى ملصقه، يعني ما كتفكش نهائيا. بغيتو تسهلوا عليكم الخدمه انا بغيت غير نوريكم وحده. ديروا هكا قطعوا بالقطعه واحد الفيله فيها 5 ولا 6 ولا 4 ديال الحبات كبار، وقطعوا عاوتاني 4 ولا 5 موراها بالمرشم اللي موراه عاوتاني بالاخرى الصغيره باش تمشيو يعني الخدمه تجيكم بسيطه وسهله. انا هنا درت قطعت بالقطعه الكبيره واحد الفيله فيها 4، ودابا ندير عاوتاني فيله الثانيه هذيك المتوسطه فيها 4. صافي ونجيب ديك الصغيره كاع غنقطع عاوتاني الفيله ديال 4 د الوحدات بهذيك الصغيره باش نسهلوا علينا الخدمه تجينا سهله وبسيطه. صافي من بعد ما كنقطعوه بحال ما هكا كنركبوهم بنفس الطريقه اللي شفتوا معايا البنات، من اسهل ما يكون. والمنظر ديالها الصراحه كيجي رائع. نتمنى الله يحفظكم البنات اللي وصل معايا لهاد المرحله من الفيديو. الله يحفظكم، ما تنساوش ديك اللايك غير باش يشوفوها وحدين اخرين، وما نبخلوش على بعضياتنا بشي حاجه اللي كتصدق لنا وكتجينا زوينه كنحاولوا نتقاسموها معكم كاملين. صافي هنا كنحط وحده وندير الاصبع ديالي فيه الماء، ندير الثانيه وندير الثالثه ونبرك بالاصبع ديالي. ضروري من هذه العمليه البنات فزقوا صبعكم بالماء وديروه في الوسط وديروا اللي فوق منا الورده اللي فوق منا عاوتاني فزقوا المره الثانيه وديروا ديك الوريده الصغيره من الفوق وبركوا بالاصبع بحال ما هكا. صراحه الطريقه ديالها سهله وبسيطه، نتمنى تكون واضحه
لانها ما كاينش ما اسهل منها. هذه اللي كيجيوه تصلح الصراحه حتى للعيد، في العيد هكا نديروها كتجي رائعه. اللي ما كيصدقولوش الرغيفات ديال العيد ولا اللي ما كيجيه الشباكيه صعيبه، يعني ديرها معسله وفي نفس الوقت بحال الرغيفه كتجي واعره البنات، من اسهل ما يكون. صافي نستمر ان هذيك الكميه كامله غنطلق بنفس الطريقه ونديرو وريضات صافي وندوزو ان شاء الله. انا هنايا غنوريكم المرحله الثانيه كيفاش غندير لها. كتبقى اختياريه، بغيتو ديروها. هنا ما شاء الله شوفوا الكميه اللي كتقطع واحد الكميه كثيره ما شاء الله. عمرت انايا يعني البلاطو، عمرت الصينيه وبقى لي فوق سطح العمل ما شاء الله ديك التقطيعه الاخرانيه ديال العجينه بقى لي غير جوج ديال الدوائر يعني. وداك الشيء اللي كيبقى لنا يعني ما نلوحوش ديال العجينه، نحاولوا نكمسوه ونعاودوا نطلقوه. صافي هنايا المرحله الثانيه غنجيب واحد السكين وندير الاصبع ديالي في الوسط ونقطع هكا الجنيبات الا بغيتوهم يجيوكم موردين كتر، ولا هاد العمليه بغيتو تقليوهم هكا قليوهم، ولكن الصراحه هكا كيجيو مزيونين اكثر. صافي هنا قطعوا 4 ديال الشريطات ولا 3 اللي بغيتو. انا الصراحه كنفضل ديك 3، وحده من هنا وحده من هنا كيجيو زوينين. بغيتوهم يجيوكم مشنفين ولا مرقين كتر ديروا 4. كندير الاصبع ديالي وكنقطع وما كنوصلش لبلاصه الاصبع ديالي، يعني ما خصنيش نوصل ليله باش ما تقطعليش الوريده ديالي ملي نكون كنقليها في الزيت. يعني ديك البلاصه بها كتشبروا الورده ديالنا، ما خصهاش نوصلوا ليله. كما كتشوفوا ندير شريطه هكا ونعاود الشريطه الثانيه ونعاود الثالثه والاصبع ديالي في الوسط، ما نوصلش فيه الاصبع ديالي باش ما تهرسليش ملي نكون تقلا ولا ملي نكونوا نعسلوها، تبقى شاده في راسها ديك الوريده والمنظر ديالها كيبقى زوين ما تهرشش. صافي هذه يعني حاجه اختياريه الصراحه، ولكن كتعطي واحد الجماليه لديك الوريدات ديالنا. انا هنايا اخترت جبت غنديرها غنقليها باش نعاونها باش ما تفكشي. جبت هاد العود الصراحه ديال الورق ديال سيد ناموسه، جبتو من الجرده ونجرتو واحد شويه وغسلتو مزيان به غنقلي. ولا بغيتو ديروا بديك الزفوت ديال الشوا ولا بديك العود ديال الشوا لكم الاختيار. انا الصراحه كيعجبني نديرها بالعويد ديال سيدنا، الورقه ديال سيدنا موسى فيها واحد الريحه زوينه، وعنده ديك الراس ديالو شويه يعني غليظ التامر على الزفوت ديال الشوا كيشد لي مزيان. الا ما كانش عندكم شي عويد الزيتون ولا هكا ديال ورقه سيدنا موسى شي شجره زوينه صافي بلاش، ديروا غير العود ديال الشوا راه كيعاون. صافي انا درت الزيت فواحد الكاسرونه تكون غريقه واحد شويه. صافي ملي يبدا يسخن غنجرب الاولى غنديرها كيف ما كتشوفوا معايا كنعاون بديك العود هكا وندور باش الزيت كيدخل معاها كتحمر مزيان من الداخل ومن برا. البنات ما تجهدوش العافيه، ما تكونش مجهده، ديروها متوسطه باش ديك الرغيفه طيب لكم ولا ديك الوريده طيب من الداخل تجي مقرمشه حتى لبرا يعني كلها طيب. هاد النصيحه يعني مهمه بزاف البنات، ما تزيدوش في النار، ما تكونش مجهده اصلا باش ما تحرقش وطيبوها وانتم مدعوقين مزروبين. من الاحسن طيبوها على نار متوسطه باش طيبوها في خاطركم. شوفوا ما شاء الله كيف كنحط الوريده دغيا دغيا كتطلع، كنشد هكا بديك العود وندور صافي دغيا دغيا كتطلع ما شاء الله. حتى الطريقه ديال التصويب ديالها ولا القلي ديالها راه ساهله من اسهل ما يكون. ما كنخليوها لا تضرب فيها الريح بحال الشباكيه ولا الهواء ولا حتى شي حاجه، يعني شي حاجه ديريكت نصوبوها فقط. ملي كترتاح ديك ملي كنقطعوا العجينه كترتاح ديك 10 دقائق باش كتجينا ساهله في الطليق ولا في التورق صافي يعني دغيا دغيا كنوجدوها. هنايا انا كنحط العجينه ولا الوريضات وانا كنقلي ونهز في نفس الوقت، يعني الوريضه اللي غتحمر لي نهزها. والصراحه شنقول لكم جربوها البنات لانها الصراحه سهله وبسيطه اقتصاديه. المقادير ديالها كيف ما شفتوا معايا جد اقتصاديه. اللي ما عندوش الجنجلان ولا ما الله يحسن العوان المهم ولا داكشي اللي عندك في الدار تقدر توجد به. الا ما بغيتوش ديروا فيها الماء الزهار يمكن لكم ديروا فيها الفاني، يعني نسموها بالنكهه اللي بغيتو كتجي رائعه. صافي هنا كنحمر وكنحط الوريدات ونهز في نفس الوقت. شوفوا البنات البنات شوفوا معايا الوريدات ما شاء الله كيفاش كيجيو فنين. هذه تحمرت الاخرى شويه باقيه بيضه غير رجعت تزيد تحمر ونستمروا بنفس الطريقه. يعني حنا كنقليو وكنحطوا العجينه ديالنا ولا الوريدات عجينه وكنهزوا في نفس الوقت هذوك اللي طايبين وراها مسربيه في القلي مسربيه يعني بشكل دغيا 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 ما تجي تحطها تكون تحمرت لانها مورقه
وديك الوريقات شفافين رقاقين دغيا كيتحمروا. نتمنى الله يحفظكم البنات اللي وصل لهاد المرحله من الفيديو. الله يحفظكم، ديروا ديك اللايك ما تنساونيش منه. الله يحفظكم في هاد العواشر وتحققوا ان شاء الله داكشي اللي بغيتو كتمناو يا ربي. ديروا ديك اللايك غير باش يشوفوه وحدين اخرين، وجربوها البنات من قلبي لانها غتعجبكم بزاف. جربوها الا ما لحقتوش ديروها مثلا لرمضان، ديروها في العيد، ديروها في مناسبه الا جاو عندكم الضياف. الصراحه راه كتجي واعره البنات. البنات الوريضات ديالنا من بعد ما كنساليهم هكا بالقليد دغيا الصراحه كيجيو رائعين البنات، مقرمشين. من بعد ما كنديروا لهم العسل الصراحه كيجيو هائلين واعرين. انا هنايا يعني كل حبه غندير فيها بحال ما هكا حبيبه اللوز هكا في الوسط كطريقه ديال التزيين. بغيتو ديروا لهم الجنجلان، انا الصراحه غندير لهم اللوزه في الحبات اللوز بحال هكا في الوسط، وغندير لهم حتى الجنجلان. يعني زينوهم باش ما بغيتو حبيبات اللوز بحال هكا في الوسط. الصراحه كيجيو روعه البنات، شي حاجه اللي رائعه ومقرمشه. سمعوا التقرميش ديالهم كي داير، كيجيو رائعين واعرين. ديروا لهم شويه د العسيله، انا ما كثرت لهم شي العسل بزاف، ما غطستهمش هكا تا شبعوا عسل، خليتهم دردرت عليهم شويه د العسل. نتوما بغيتو تغطسوهم تشبعوهم عسل يعني بزاف، يجيو حلوين يعني مزيان. لكم الاختيار. طريقه سهله كما شفتوا معايا وبسيطه ورائعه كتجي. بالنسبه للمحد المعسله ديروها تيبقى رمضان هكا، يبقى الفطور الا ما درتوش الشباكيه ولا شي حاجه بغيتو ديروا شي حاجه حلوه، كيبقى هذا اختيار رائع. حتى بالنسبه للعيد هذوما يعني يكونوا حاضرين خفافين ظرافين وساهلين وبساطين. نتمنى البنات الاقتراح هذا النهار ينال استحسان ديالكم، نتمنى تجربوهم من قلبي لانهم الصراحه واعرين. شي حاجه سهله وبسيطه واقتصاديه ورائعه، لا المذاق ديالهم ولا حتى الطريقه ديال التحضير سهله. كيبقى هذا الفيديو هذا النهار. شكرا لكم بزاف من القلب. نتمنى اللي وصل معايا لهاد المرحله الله يحفظكم، ديروا ديك اللايك باش يشوفوا وحدين اخرين كنستافدوا كاملين مع بعضياتنا، ما نكرهوش. كاين شي حاجه زوينه كتصدق لنا يعني نتقاسموها مع بعضياتنا. وشكرا لكم بزاف من القلب، الى فيديو اخر ان شاء الله.